السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة. نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله، وربنا يا رب يرحم كل شهداء فلسطين، ويا رب يجعلهم في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصحابة. طبعا بيجي علينا فترات وأيام كتير جدا إن يبقى البيت مفيهوش أي حاجة ومش عارفين نعمل أكل ايه، وبيبقى برضو الأوقات كده الدنيا مش متظبطة خالص. فنعمل ايه؟ فتحت التلاجة وشفت خزين البيت، طبعا كله في النهاية كده بيشطب وخلاص، مش بعدتها يعني، بس قلنا نتصرف. الحمد لله ربنا أكرمنا ولقينا الخير كتير. عندنا بطاطس وعندنا شوية رز وشعرية وكعبين مرقة وطماطمتين كده يخلوا الصلصة خفيفة كده وحرشة وحلوة، وقلنا نطبخ طبخة حلوة. ومن حسن الحظ طبعا من فضل ربنا ان عادة لما بيتبقى معايا شوربة او يعني في وقت كده ببقى بطبخ او اسلق لحمة او فراخ كوارع والشوربة موجودة عندي زيادة، اول ما بتغلي واول ما تبرد اقوم مقفلها يعني في اكياس تلاجة نظيفة، بكون شارياها وشايلاها لعصائر وخزاين رمضان وكده، بتبقى اول استخدام نظيفة يعني علشان الطعم ما يكرفش ما يغيرش او تحمض. اقوم حاطة فيها الشوربة وشايلاها في الفريزر لوقت ايه محتاجها، وبحتاجها زي كده وقت هعمل ملوخية ورز من غير اي لحوم يعني. هطبخ عادي او هعمل رز وتبقى الطعم كده كأنك طبخة بالظبط، وفعلا والله الريحة في البيت كأني عاملة لحمة او فراخ. يعني ما شاء الله يا رب يديم الخير والعز في بيوتنا جميعا، والحمد لله يا رب ما يعني يا رب يا رب يا رب يعز أهلنا وجيش المقاومة يا رب يا رب يا رب، ويجعلهم دايما منصورين وزايدين وما يقلوش أبدا، وينصرهم من عند ربنا بجنود من عنده. المهم أنا عندي بقى إيه، لقيت الرز قليل والشعرية قليلة، لا الرز مش قليل، حوالي نص كيلو، الشعرية هي اللي قليلة. قلت أعمل إيه؟ حمرت شوية الشعرية، بس قبلها خدت معلقة رز وحمرتها على سن هي تبقى لونها زي الشعرية. وهتلاقي الرز فيه حاجات غامقة، ده بسبب ان انا سويت الرز بمرتة بتاعت السمنة البلدي. يا جماعة ما ينفعش، انا غلطت غلطة وانا عارفة محدش هيغلطها غيري لان ما شاء الله على ذكائي. فاللي عايز يحط مرتة ولا حاجة او قشطة بلدي يحطها في الاخر، انا حبيت اتفزلك وللأسف معلش سامحوني. والله شوية اكل عسل، وبصراحة طعم جدا، يعني ربنا بيبارك في القليل، ربنا يبارك يا رب في كل بيوتنا. وشوية ليمون مخلل بقى، الليمون بتاع مامتي ايه عسل مقولكوش. وكده خلص الفيديو، ومتنسوش اللايك والكومنت، ولو مش مشتركين ياريت تشتركوا، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. مع السلامة.